السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفة حلوة جدا، بس انا بعتذر لتأخيري لان بجد الواحد زهقان جدا لان القناة واقفة اعلانات. وطبعا الواحد بيتعب وبيشتغل ومفيش دعم. يا ريت بس كل اللي يتفرج على الفيديوهات بتاعتي يعملي اللايك والشير واشتراك في القناة. فضلا وليس امرا. اختكم محتاجه دعمكم. يا رب القناه ترجع لها الاعلانات، لان بجد فعلا بتعب جدا في الشغل على القناه ومش لاقيه تفاعل. فيا ريت بس بستأذن حضراتكم كل اللي يتفرج على الفيديو ما يبخلش عليا في لايك وتعليق وشيروا عشان الفيديوهات تنتشر، لان بجد القناه واقفه اعلانات وانا تعبانه جدا جدا في القناه. بس انا بستأذنكم تكونوا معايا، تقفوا جنب اختكم الشيف أمونة، لاني محتاجة بالفعل دعمكم. انا مش لاقيه تفاعل خالص، مع اني بنزل حاجات حلوه كتير. بنزل لكم كل اللي انت عايزينه، بعمل وصفات حلوه، بس مش لاقيه التفاعل، مش عارفه ليه. انا بس بعتذر ان انا شرحت لكم، بس عشان تعرفوا ان انا بتعب جدا في الفيديوهات، ونفسي تقدروا تعبي. يعني مش هنغلب لما نعمل لايك او اشتراك، بس بتفرحوني بجد. كمان تعليقكم بيفرحني، اي حد بيكتب تعليق ببقى فرحانه، اي حد بيتابعني برد المتابعه. بس يا ريت نتابع ونعمل لايك ونشير. نبدأ بقى في الوصفة. معايا هنا كيلو لحمة، وهي اللحمة حمراء، دي لحمة جملي. هفرمها. عندي الكبة دي كويسة، سلاحها حامي الحمد لله. بفرم فيها اي حاجة، فهفرم اللحمة. طبعا انتوا عرفتوا هنعمل ايه، هنعمل كفتة الرز، وفي ناس بيقولوا عليها الكفتة الغمراوي دي. اخواتنا اللي في غمرة بيعملوها طبعا بطريقتهم، في ناس بتفرم اللحمة وفي ناس بتدق في الهون اللحمة. طبعا احنا الله المستعان، الحمد لله يعني نفرم اللحمة لان مفيش حيل ندق اللحمة. فرمنا اللحمة كويس جدا، وبعديها على طول حطيت بصل وخضرة وتوم بس، وفرمتهم في الكبة. بس اسفة بعتذر، المقطع اتقطع ما ظهرش وانا بطحن الخضار. الخضار كان عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة وفلفل اخضر وتوم، بس مش اكتر من كده. طحنتهم ورا اللحمه على طول وقلبتهم في اللحمه زي ما حضراتكم شايفين كده. قلبت الخضار اللي انا طحنته واللحمه اللي مفرومه، وما حبيتش اديها ضربه تاني عشان الخضره ما تبقاش ميه، فانا حبيت اعجنها بايدي كده بس. غسلت كمان كيلو رز قدام كيلو اللحمه، كيلو رز، نص اللحمه نص رز. غسلت الرز ونقعته 10 دقايق، وبعد كده بدأت أسمغه كويس جدا مع اللحمة والخضار. هو خضار ولحمه ورز طبعا كلنا عارفين. وطبعا الرز ما حبيتش اطحنه، انا حابه كده اظهر حبايه الرز كده يبقى شكلها وطعمها حلو. ما حبيتش اطحنه لان دي مش كفته الجزار اللي بنعملها، الكفته الجمل اللي بنعملها عند الجزار، لا دي كفته بقى احنا عاملينها في البيت، بس بجد طعمها خرافه. والله والله لو جربتوها هتعجبكم جدا ومش هتعملوا غيرها، طعمها حلو قوي. هنا جبت الحله وجبت بصلايه واقطعها كده جوانح، يعني هعمل ارضيه كده عشان ارص عليها الكفته اللي احنا عملناها. نقول الكفته تاني، الكفته رز. قدام كيلو رز كيلو لحمه، نص رز نص لحمه. ربع رز ربع لحمه، براحتك خالص، خلي المقدار قد بعضه. وكمان اغسلي الرز وسيبيه 10 دقايق بس، مش اكتر من كده، ما تطحنهوش ولا تعملي فيه اي حاجه. آه، قطعي بقى خضار، تنعميه قوي، تطحنيه في الكبه براحتك خالص، المهم ان انا عايزه الخضار مع اللحمه، وبعدين الرز، وهنبدا نصبعه. عايزه اقول لك ممكن تعمليها زي البرجر كده او اقراص طعميه كده، ممكن تعمليها اقراص، ممكن تعمليها صوابع. بس انا هنا كبرت الصوابع، كان المفروض اصغرها شويه لان ما شاء الله زادت بعد السوا. خدوا بالكم من النقطه دي، ان هي هتزيد بعد السوا. انا ما عملتش حساب ان هي هتزيد، طبعا الرز بيزيد. بس كانت طعمها جميل، والله كانت طعمها جميل جدا جدا. بس انا بديكوا يعني ملحوظة ان لو عملتيها صوابع اصغر من كده هتكون افضل كمان من كده. ولو حباها برضو صوابع كبيرة زي ما انا عملتها كده براحتك خالص، ولو عايزاها اقراص برجر كده بتبقى جميلة برضو. بس انا حبيت ان المرة دي اعملها كده
صوابع. بعد ما خلصت الرص كده في الحله عشان تبقى مفرفرطه كده وما تلزقش في بعضيها، حطيت معلقتين كده من الزيت، زيت الذره، كفايه كده، وعلى طول على النار. طبعا هنسقيها شوربه، اي شوربه عندك بقى. هنا بوريكم ان انا عملت اخر واحده كده زي واحده طعميه او برجرايه كده، حلوه جدا برجر. الوصفه جميله قوي وسهله بس طعمها جميل. شايفين اللحمه ظاهره ازاي؟ اللحمه جميله جدا جدا، كانت طعمها ظاهر وكانت طعمها تحفه. هنا عندي شوربه لحمه، طبعا الشوربه مملحه وفيها بهاراتها وكل حاجه. بتغلي الشوربه وعلى طول بتضيفيها على الكفته، صوابع الكفته اللي عملناها. طبعا ما تكتريش قوي لان الكفته فيها خضار، والخضار والبصل فيه سوائل، فيعني خليها كده زي ما حضراتكم شايفين، يدوبك كده زهره الكفته. هنا هنعمل لها توبنج بقى، اللي هو ايه، بيضتين ونص كوبايه لبن ومعلقتين 2 دقيق. التوبنج ده بقى بعد ما تستوي انا سبتها على النار، ولما غليت هديت عليها خالص النار عشان تستوي براحتها. عامليها زي الرز، اضيف ملح وفلفل اسود. الوصفه دي ما اخدتش بهارات مني خالص غير ملح وفلفل اسود، لان الخضار واللحمه مدين طعم وريحه بجد تحفه. مش محتاجه بهارات لان كل الخضار شبت وبقدونس وكزبره عامل ريحه جميله جدا، مش محتاجه اي بهارات. وانا ما حطيتش اي بهارات في الوصفه دي غير ملح وفلفل اسود بس. الله المستعان. نصلي كده ونذكر الله. الله المستعان. كده بنقلب التوبنج اللي هو البيض طبعا واللبن والدقيق والملح والفلفل الاسود. خلصت بعد ما هدينا عليها النار، شايفين حضراتكم. طبعا لسه طافيه عليها اهي، استوت جدا جميله طعمها كده وهي مسلوقه كده، جميله جدا جدا جدا. انا طلعتها وطبعا شفتوها ولا لازقه ولا اي حاجه، طلعت بكل سهوله. هبدأ بقى اقلي وهاخد من صوابع الكفتة احطها على التوبنج، البيض واللبن والدقيق على طول على الزيت. الزيت ما يكونش سخن قوي، زيت سخن عادي. في الشوكة سهلة جدا جدا زي ما حضراتكم شفتوا، الطريقة جميلة جدا جدا جدا. بس زي ما قلت لكم لو صغرتوا الصوابع شوية هتكون شكلها افضل من كده. هنا انا معايا صباع اهو، واوريكم انا بعمل ايه. انا بضيفه في التوبنج بتاعنا البيض واللبن والدقيق بالشوكة، وهصفيه واروح على الزيت وبشوكة تاني انزل صباع الكفتة كده. تسهل عليكم العملية وهتبقى جميلة. في ناس طلبت مني ان هي عايزاها تاكلها كده، يعني مش عايزة تسلقها، عايزة زي ما بنعملها بتاعت الجزار، فما انصحش حد يعملها، ما كانتش حلوة خالص. وفي ناس طلبت مني الفيجيتار الحار. يعني احنا عملنا بكام طريقة، انتي بقى خدي الطريقة اللي تعجبك واعمليها. بس بصراحة كانت جميلة جدا 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 جدا، طعمها حلو شكلها جميل. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في الدعاء واللايك والشير. ما تنسوش اختكم أمونة، وما تبخلوش عليا باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.